تخيل معايا كده شاب واقف قدام المراية بتشيك علشان النهاردة يوم مهم بالنسبة له وعاوز يكون في أحسن حالاته. النهاردة هيروح أخيرا للبنت اللي بيحبها علشان يخطبها من أبوها. قلبه بيدق بسرعة، عارف إن اللحظة دي هتحدد مصير حياته. هل هيقدر يقنع أبوها؟ هل هيقدر يثبت إن الشخص المناسب؟ بس قبل ما تندمج وتحط نفسك مكانه، خلينا نسأل ونقول هو ليه خايف ومرعوب؟ مش المفروض مشاعره تكون مشاعر فرح على شوية حماس؟ ليه مرعوب قوي كده؟ مرعوب لأنه خايف من الرفض، خايف يكون مش قد المقام، خايف ما يقدرش يقنع أبوها إنه العريس اللقطة. كل ده بسبب معايير وشروط حطها المجتمع وأولياء الأمور علشان يختبروا بيها مدى صلاحية العريس. ودي حاجة خلتني أسأل كده وأدور، هو زمان كانت المعايير عبارة عن إيه؟ فالنهاردة هنرجع بالزمن من الأول خالص علشان نعرف بداية الموضوع. في العصر البدائي لما كان الإنسان عايش في الكهوف وكانت القوة الجسدية هي المعيار الوحيد في الزمن ده، ما كانش فيه ذهب ولا شبكة، لكن كان في شرط واحد بس هو القوة. عشان أي راجل يكون جاهز للجواز لازم يكون صياد شاطر، قادر يوفر الأكل ويحمي أسرته من أي مخاطر ممكن توصل لهم. زي كده في بعض القبائل كان لازم العريس يصطاد حيوان كبير لوحده ويقدمه لأهل العروسة كدليل على إنه قوي كفاية، وكل ما الحيوان يكون أكبر وأشرس يكون هو أحق من أي حد تاني. وممكن يصعبوا عليه الموضوع شوية ويطلبوا منه يصطاد فريسة لكل فرد من أفراد العيلة. وفي بعض القبائل التانية علشان يختبروا قوة العريس كانوا بيدخلوه في تحدي جسدي مع أخوات العروسة، ولو كسب يتجوزها، ولو خسر يبقى كده دليل انه ضعيف ومش هيقدر يحميها، ووجودها مع اخواتها هيخليها في امان اكتر ويروح هو يدور على حد تاني. ولو جينا بصينا على العصر الفرعوني لما كان الاستقرار هو الاساس، بعد ما الانسان بدأ يزرع ويبني بيوت اتغيرت الفكرة. القوة الجسدية ما عادتش المقياس الوحيد وبقى الاهم هو الاستقرار. في مصر القديمة كان الشاب اللي عاوز يخطب لازم يكون عنده وظيفة ثابتة تحقق له الاستقرار المالي، سواء مزارع او صياد، ويا سلام لو كاتب او كاهن. كان وقتها العريس بيجي لابو العروسه يقول له انا عندي ارض وعندي قمح يكفيني سنه، بمعنى انه جاهز يتحمل المسؤوليه وعنده المقومات اللي تخليه مستقر لفتره طويله. ولو كان فقير كان ممكن يشتغل عند ابو العروسه لسنين طويله كدليل على صدقه وانه عنده استعداد يعمل اي حاجه علشان يحافظ على عروسته. ولو قربنا شويه للعصور الوسطى لما كانت الحروب والسلطه هي المعيار، الجواز كان عباره عن تحالف، مش مجرد ارتباط بين شخصين بس. فيجي الامير او الفارس اللي عاوز يتجوز كان لازم يكون عنده ارض وعلاقات قويه، لدرجه ان في بعض الثقافات كان لازم الامير يخوض معركه او يغزو قريه علشان يثبت انه يستحق العروسه. ومع دخول الاسلام الموضوع بقى متزن اكتر. الاسلام خلى القدره على الانفاق مهمه، بس الاهم منها هو الدين والاخلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فالاسلام رسخ مفهوم المهر وانه شرط اساسي ومن غيره مفيش جواز، وان لازم يكون في مقدرة على الانفاق بعد كده علشان ما يقعش ضرر على الطرفين. بس اخذ شوط اكبر في فكرة الاخلاق والدين، لان من غيرهم هيقع ضرر اكبر على الطرفين. نقرب شوية ونيجي في القرن العشرين لما التعليم بقى اهم من اي حاجة تانية. بدأ الاهل يسألوا العريس معاك شهادة ايه؟ لان كان في اعتقاد ان الشهادة الجامعية هي المعيار لاي جواز ناجح. لكن مع الوقت المعايير بدأت تزيد وبقى الجواز مرتبط بالشقة والعربية والمرتب الثابت، لحد ما وصلنا لزماننا دلوقتي. الماديات سيطرت أكتر وبقى العريس وهو رايح يخطب عنده ملف كامل لازم يقدمه: وظيفة بمرتب كويس، حساب بنكي محترم، شبكة وشقة جاهزة، وإلا يكون لسه مش جاهز. ودي حاجة لازم تخلينا نسأل، هي المعايير دي فعلا هي اللي بتعمل جواز ناجح؟ بنشوف عرسان جاهزة من كل حاجة ومع ذلك حياتهم بتفشل، وناس بدأت من الصفر ونجحت. علشان كده خلينا نرجع لورا شوية ونفكر احنا ليه حطينا المعايير دي. هدفنا كلنا ان احنا ندور على حد ثقة يحمي بنتنا ويحافظ عليها. الشهادة مهمة والفلوس مطلوبة، لكن الأهم هو الإنسان نفسه، لأن بنتنا غالية ويجب علينا ندور لها على حد كويس. بس قبل ما نسأل العريس معاك كام لازم نسأله انت مين، هتعامل بنتنا ازاي، ونشوف هيقدر يحافظ عليها ويحافظ على استقرار بيته
ولا لا؟ وفي النهاية الجواز عمره ما كان استثمار مالي، الجواز عبارة عن حياة طويلة محتاج لها زوج مسؤول. هستنى رأيكم في الكومنتات، تقولوا لي هل المفروض نقلل الشروط شوية ولا احنا كده بنحمي بناتنا بالشروط دي؟ اشوفكم على خير، السلام عليكم.